السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. على بقى ايه سكة من اللحمة والفراخ، وهنعمل غدوة حلوة كده مع بعضينا، اقتصادية وخفيفة وسهلة جدا. معايا حلتين على النار، انا هشتغل كده في الاتنين كده على طول. النهارده كده صايمين يا حبايبي، وقلنا نعمل حاجة ايه خفيفة كده على الفطور، تغيير، وفي نفس الوقت الأكلة دي جميلة جدا وبتعجب الكل صراحة ربنا. زي ما انتم شايفين كده حبايبي، حطيت الزيت بتاعي، هنزل معلقة بصل مفروم هنا كده اهو، وزيها برضه هنا كده برضه اهو. هعمل النهارده كده يا بنات كشري عدس اصفر، تغيير وبعيد بقى عن اللحوم وبعيد عن اي حاجه، وقلنا نغير. بصوا يا بنات بقى، هنا حطيت اهو بصلايه دي التقليه، ودي بصلايه كده اهو للرز. معايا البيض يا حبايب قلبي كمان اهو بسلقه زي ما انتم شايفين كده اهو اهو. معايا دي كده بس بسلقه. هعمل بطاطس محمره برده. بصوا كله كده شغال زي الفل اهو. بصوا البطاطس انا سلقاها اهي، هقطعها طرنشات واحمرها جنبهم. بصوا كله من قلب البيت يا بنات، ما جبتش حاجه من بره خالص، لقيت كله موجود في قلب البيت، قلت اتكل على الله واعمل الاكله دي كده، قلت اصورها معاكم. على فكره الاكله دي جميله جدا بجد والله. وبصوا ما شاء الله، من الاكلات اللي بتفتح النفس. تمام شايف. بصوا بقى البصل اهو، بصي ايده في كل حاجه ازاي اهو. هقشر بقى البيض وهدحرجه برضك معاكم كده في السمنه البلدي. بصوا خلي بالكم ان بصله الكشري يا بنات مش عايزاها تحمر قوي، انا بس يا دوبك هصفرها زي ما شايفين كده اهو. بصوا كده كله شغال زي الفل اهو. صلوا على النبي يا حبايبي كده واذكروا الله، انا بيجيب لي تطمئن القلوب. دعوه حلوه من قلبكم يا بنات كده ليا ولكم بالمثل. بصوا البصله اهي اتحمرت معايا، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا بنات الصلصه دي انا مفرزاها وبطلعها احطها في حله تغلي معايا غلوه، عشان بس تفك كده، بعد كده ابدا احط زي ما انا عايزه كده. خلاص اهو. بصوا ابدا بقى كده ابهر بقى التقليه بتاعت ملح ابيض، ملح وفلفل، طبعا كمون، كزبره، شطه. طبعا الشطه يا بنات حسب الرغبه، اللي بيحب الحاجه مشطشطه يحط بقى براحته اهو. احنا ما شاء الله بنحب طبعا الشطه. ادي حبه كزبره كده. التقليه بتاعتي زي الفل اهي جاهزه معايا زي ما انتم شايفين كده اهو. ماشي بتاعتي الرز يا بنات بدات تصفر معايا، انا مش عايزاها حمرا يا بنات، يا دوب بس كده البصله معايا هتدبل. معايا البطاطس بتاعتي اهيت. بصوا يا بنات هو دوت، بصوا اللون عامل ازاي. طبعا الرز بتاعنا غسلاه بالعدس ومصفياه اهو زي ما انتم شايفين كده، وفي فص معايا. احط الملح بتاعي بقى كده وابدا اديه تشويحه حلوه. صليتوا بقى على النبي يا حبايبي ولا لسه؟ صلوا على النبي، اكتبوا في الكومنتات كده واعملوا تعليق حلو كده اهو، وقولوا ايه رايكم في الاكله الشعبيه دي. نعمل اكلات شعبيه اليومين دول كده مع بعضينا زي ما شايفين كده اهو. بصوا اديله تشويحه حلوه كده الاول قبل ما احط الميه بتاعته هنا اهو. هقلبه كله في بعضه كده زي ما انتم شايفين. انزل بقى كده بالميه بتاعتي
اهم حاجه يا بنات ما كترش الميه قوي عشان الرز ده ما يعجنش مني. لو احتاج هديله حبه حبه صغيره كده اهو، بس ما تنزلش في الميه كلها مره واحده عشان انا مش بحبه معجن. بصوا اهو. بصوا البطاطس ما شاء الله يا بنات، بصوا البطاطس مرمله وعامله ازاي تحفه. المفرز بطاطس يا بنات يفرز الفتره ديت قبل ما تغلى مننا في السوق. بصوا يا بنات ما شاء الله اللهم صل على النبي. بصوا لا تقيله ولا خفيفه، حلوه قوي كده اهو. كده الصلصه خلصت معايا زي الفل اهو. هطلع عليه كمان عليها، وهنا البطاطس اهي كمان اهو. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. هطلعها اهي كمان. بصوا يا حبايبي البطاطس ما شاء الله بقت عامله ازاي مرمله وجميله جدا. سلقت البيض هحمره بقى بايه بسمنه بلدي اهي كمان زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا هحمره بحته سمنه بلدي. بصوا بقى كشري كمان. ايه رايكم في الزينات؟ اهم حاجه ما تسيبوش ميه كتير، بالذات الكشري اللي هو العدس الاصفر ده عشان ما يعجنش مني. احتاج حط ما احتاجتيش يبقى كده مظبوط معاك ويطلع معاك مفلفل زي الفل مش معجن. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رايكم بقى في الاكله الشعبيه دي؟ والله هو دايما الاكل ما شاء الله اللي بيشبع. بدأنا نخش في الحر بقى، بدأنا نزهق من وقفة المطبخ. لسه الحر ما دخلش علينا وخبث، بس اليومين دول ما شاء الله يعني الحمد لله نقف بقى نعمل أي حاجة كده. أهو هدحرجه كده في السمنة كده وأوريكم. بصوا يا بنات إيه رأيكم في الجبنة الزبدة؟ حلوة أوي كده، مش هحمرها أكتر من كده أهو. بصوا منهم بقى التحابيش بقى، قرنين فلفل كده سبايسي أهو. إيه رأيكم في الكلام ده؟ كده طبق سلطة، طبق مخلل. بصوا الحاجة اللي بجهزها وأحطها على المطبخ. بصوا بقى كده يا حبايبي، يلا بقى بسم الله الرحمن الرحيم. نحط بقى التقليه بتاعت الكشري. الرز بتاعنا خلص يا بنات ما شاء الله بقى جميل جدا ومفلفل مش معجن. ايه رايكم يا بنات؟ بصوا ما شاء الله مفلفل وعامل ازاي. ده كان غدانا النهارده. ايه رايكم في الجمال ده؟ لايك وشير كتير عشان نوصل لكل جديد. ان شاء الله نعمل اكلات سريه مع بعضنا الفتره دي. اسيبكم في حفظ الرحمن. سلام.